السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا نجوم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة، اول فيديو بعد ما كملنا ال1000 مشترك. حابب اشكر كل الناس، كل اخ وصديق عمل اشتراك على القناة، بشكركم جدا. ودي دفعة قوية جدا ان انا اجدد في المحتوى بتاعي واطور المحتوى بتاعي. قبل ما الفيديو يبدأ اعمل لي لايك واشتراك على القناة عشان يوصلك كل جديد. فيديو النهاردة هقول لكم فيه 5 حراس من المتوقع انهم يكونوا افضل 5 حراس في كأس العالم قطر 22. بس قبل ما ادخل على الليسته بتاعت الحراس دي لازم اقول لكم مين هم الحراس اللي احنا هنفتقدهم في كأس العالم السنه دي. زي الحارس الايطالي دوناروما، الحارس الاساسي لنادي باريس سان جيرمان السلوفيني سمير هوندانوفيتش، حارس انتر ميلان الايطالي. تعالوا بقى اقول لكم مين هم ال5 حراس اللي هيضعوا بصمه في كأس العالم وهيكون بينهم منافسه شرسه جدا في قطر 22. هنبدا بالحارس رقم 5 وهو الحارس بيكفورد، حارس منتخب انجلترا، وده اللي بيراهن عليه مدرب منتخب انجلترا لان هو اللي حطه في التشكيله بتاعه منتخب انجلترا منذ 2017. يعني اول مره من 2017 يدخل تشكيله منتخب انجلترا، وبيراهن عليه بشكل كبير جدا وعايزه يظهر بمستوى كبير جدا، ودايما بيديله شحنات وطاقات ايجابيه عشان يقدم مستوى رائع. لعب بيكفورد 45 مباراه مع منتخب انجلترا، منهم 4 مباريات في تصفيات كاس العالم بتاعه السنه دي. وعلى فكره حارس مميز جدا وبيقدر يتعامل مع ضربات الجزاء بشكل مميز، وهنشوفه للمره الثانيه مع منتخب انجلترا. ندخل بقى على الحارس رقم 4 وهو الحارس الافريقي ادوارد مندي، طبعا غني عن التعريف لكل المصريين. ومندي شارك في المباراه التاهل في تصفيات كاس العالم اللي كانت بين مصر والسنغال، واللي كان فيها احداث مؤسفه جدا ومصر اتظلمت فيها بشكل كبير جدا. طبعا مندي عامل شغل كويس جدا مع تشيلسي الانجليزي، وحارس مميز جدا، وانا شخصيا اتمنى له التوفيق في كاس العالم، وان شاء الله ربنا يوفقه من ضمن الحراس اللي هيكون لهم شأن كبير جدا في كاس العالم السنه دي ان شاء الله. الحارس رقم 3 وهو الحارس البرازيلي أليسون بيكر. طبعا مش محتاج اتكلم على أليسون بيكر، اداؤه وارقامه بتتكلم عن نفسه واسيستاته كمان. طبعا راجل بيحط اسيستات كده لمحمد صلاح عنب، يعني الراجل مروق علينا، مروق سواء على حراس المرمى اللي بتحب أليسون او الناس اللي بتحب محمد صلاح. يعني اما حارس كده يدي الكره للاعب وتيجي جون، لا دي كده بتبقى لها طعم تاني. أليسون هيشارك للمره الثانيه على التوالي مع منتخب بلاده. طبعا الدوره اللي فاتت كانت في روسيا 2018، وأليسون طبعا مش محتاج اتكلم عليه، وده محتاج فيديو لوحده انزله ليه واتكلم عليه واقول لكم فيه تمريناته وتصدياته زي الفيديوهات اللي قبل كده اللي نزلتها على القناه قبل كده. وبالمناسبه الناس اللي ما اتفرجتش على تمرينات كورتوا وتير شتيجن والفيديوهات اللي قبل كده تنزل تحت في الديسكريبشن، هتلاقي اللينك الفيديوهات كله تحت في الديسكريبشن، ادخل واتفرج. وقبل ما تطلع من الفيديو تعمل لايك على الفيديو واشتراك على القناه عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكوره. ندخل بقى على الحارس اللي بعد كده وهو رقم 2 مانويل نوير. طبعا نوير اسطوره كاس العالم، يبدو ان الحارس الاسطوري مرشح بقوه مع منتخب بلاده في نهائيات كاس العالم، ومرشح بقوه ان هو يكون في نهائي كاس العالم السنه دي. طبعا نوير مميز جدا في كل حاجه، حارس متكامل ما شاء الله عليه، بيقدر يتعامل مع كل الكرات. هنشوفه السنه دي في كاس العالم هيقدم لنا طبعا مستوى جيد زي ما احنا متعودين من نوير، بيقدر يتعامل مع كل الكرات سواء عاليه او ارضي او الضغطيه من ورا المدافعين. وافضل نموذج لحراس المرمى هو نوير بالنسبه ليا، او حراس ثانيه كتير اتت بعده، لكن نوير رقم 1 في المرتبه الاولى يعني. بس من الواضح كده ان نوير اخر مونديال ليه، يعني الراجل عنده 36 سنه، فبنسبه كبيره هيكون اخر مونديال ليه، فهيكون عنده دافع قوي جدا ان هو عايز يحقق كاس العالم السنه دي عشان يختم مسيرته بكاس العالم، ومفيش احسن من كده ان هو يختم مسيرته بكاس العالم. ندخل بقى على الحارس رقم 1 وهو الحارس البلجيكي كورتوا، افضل حارس في العالم، وفعلا اخذ افضل حارس في العالم نظرا بقى لتألقه مع ريال مدريد وحصوله على دوري ابطال اوروبا. وطبعا الراجل بيحقق المستحيل. كورتوا طبعا حارس مميز جدا زيه زي الالماني ونوير، يعني حارس طويل القامه وحارس موهوب وحارس عنده امكانيات كبيره جدا وحارس ما يختلفش عليه اتنين. طبعا تيبو كورتوا من ابرز الحراس اللي ممكن يكونوا افضل حارس في العالم بنسبه كبيره في كاس العالم السنه دي قطر 22. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، وطبعا ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك على القناه عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكوره. بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي بيدعموني وواقفين في ظهري، وان شاء الله الفتره الجايه قريب جدا هنزل الملعب واعمل لكم تمرينات في الملعب واحلل لكم الماتشات من قلب الملعب عشان الشغل كده يبقى افضل واحسن كمان، وان شاء الله اللي جاي اقوى وافضل. بس اعمل لي لايك واشتراك على القناه عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكوره. سلام.